السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والوجهة الثانية غادي نمشيو للرأس الأسود أو كابو نيغرو. سمي الرأس الأسود أو كابو نيغرو بهذا الاسم نسبة لطبيعة الصخور المكونة لهذا الجبل ذات اللون الرمادي. كينتمي الرأس الأسود لجماعتين حضاريتين، مارتيل والمضيق، وكيبعد على مدينة تطوان حوالي 10 ديال الكيلومترات. كيرتفع الرأس الأسود ب 332 متر مشكلا كودية الطيفور، وعلى السفح الجنوبي لهذا الجبل يلاحظ زحف عمراني سريع من إقامات وسكن سياحي يمتد على حساب المساحات الغابوية بالجبل. كتعتبر منتجعا سياحيا صيفيا بامتياز، كيتوفر على عناصر الجذب السياحي من هدوء، غابات، مناطق خضراء وشاطئ متميز، جزء منه رملي والآخر صخري. كيتوفر كابو نيغرو على مجموعة كبيرة من الشقق ومنازل الكراء، وخصوصا في فصل الصيف، فهو كيعرف توافد عدد كبير من المصطفين. هي فعلا منطقة جميلة وهادئة، فهواءها النقي ونظافة رمالها الذهبية وكذلك مياهها الهادئة، وأيضا تواجد غابات ومناطق خضراء. كل هذه العوامل كتساعد على الاسترخاء والاستمتاع بهذا المكان الساحر.
كانت من غمارة، فهجر قسم كبير من أهل هذه القرية لمارتين، فكانت تلك نواة نشأة هذه البلدة الحقيقية. ثم شرعت سلطات الحماية بتشجيع الناس على الاصطياف بهذا الشاطئ والإقامة به. كتعتبر مارتين مدينة جامعية، فهي مدينة الطلبة، كونها كتواجد فيها جامعة عبد الملك السعدي، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى المدرسة العليا للأساتذة. هكذا كيبقى اقتصاد مدينة مارتين مزدهرا طول السنة، حيث أنها تمتلئ بالطلبة في الشتاء وكتعرف إقبال كبير للسياح في فصل الصيف. وفي آخر الفيديو كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم هذه التشكيلة ديال الشواطئ الساحرة اللي في الشمال، واللي كتمثل جزء بسيط من مجموعة الشواطئ المذهلة الأخرى، واللي كنتمنى نزوروها عن قريب في فيديوهات جديدة إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لكل اللي كيشجعوني ببصمة أو تعليق جميل وكياخد من وقته باش يتابع الفيديوهات للآخر. استودعكم الله، وموعدنا في فلوق جديد عن قريب إن شاء الله، وشكرا جزيلا.